النهارده انا هعمل اكتر اكله بنتي بتحبها مانويلا. النهارده مانويلا كان عندها امتحان تبع الستيت، امتحان اسمه فاست تيست فور ريدنج. فهي يا عيني كانت امبارح متوتره قوي، كانت بتعيط بالليل، كانت خايفه جدا لاني سنه ثالثه ثيرد جريد هنا شهاده، يعني لو ما عدوش من الامتحان دوت ممكن يعيدوا سنه ثالثه. هي شطوره يعني، بس الصليب عليها شطوره وحلوه وكل حاجه، بس هي كانت متوتره وطبعا لسه نتيجه الامتحان ما طلعتش وهي خايفه جدا. فهي عندها تمرين بعد المدرسه على طول وكلمتني قالت لي يا ماما اعملي لي بطاطس وتشيكن. قلت لها حاضر. فانا عايزه بسرعه الحق اعمل لها البطاطس بالفراخ قبل ما هي تمرين وكده. فصلوا لها بقى ربنا يكون معاها وتجيب الدرجه اللي هي نفسها فيها. هي شطوره يعني ربنا يحافظ عليها، هي حلوه بس عشان طبعا نفسها تجيب درجه كويسه فكانت متوتره قوي بالليل. بس الفلفل الاحمر بجد يا جماعه طعمه حلو قوي 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 مع البطاطس في الفرن. انا بعمله، وعلى فكره البنات مش بيحسوا بطعمه، هم بس بيحبوا البطاطس بالفراخ بتاعت ماما. على فكره انا بخزن التوم في الفريزر، انا بجيبه بخزنه بيقعد كذا شهر ورا بعض. طبعا انا مستعجله، انا في حاجات ما كانتش جاهزه، هي بس اللي شجعني ان انا احقق امنيه مانويلا النهارده ان الفراخ جاهزه في الثلاجه متبله. التوم بتخانق فيه عشان اطلعه. فلفل احمر، بصل، توم، هجيب فلفل اسود، هعمل ملح، بابريكا، لازم تحطوا بابريكا، شوربه فراخ اللي هي الباودر، هعملهم كده مع بعض يطلعوا احلى ما فيه. انزلها كلها كده على البطاطس. بدي شويه زيت، نص كوبايه صلصه، كوبايه الا ربع، مش هحط كتير. عايزه اقول لكم ان دي احلى طريقه فراخ تتبليها للتشيكن جريل، ريحتها غير طبيعيه. انا عامله فيديو انا تبلتها ازاي، هحطه لكم، بجد ريحتها رهيبه. في الصينيه على فكره انا مش بحط ميه على البطاطس، هي بتستوي لوحديها، الخضار بينزل ميته والفراخ بتنزل كل الميه والتتبيله اللي فيها. فانا فراخ اللي كانت المفروض يا عيني تشيكن جريل بس ملهاش نصيب ملهاش نصيب تبقى تشيكن جريل، هي ليها نصيب تبقى صينيه بطاطس. يا رب تقضي، مش حاسه ان هي هتقضي الصينيه، بس مش هجيب صينيه اكبر ممكن احط دي بالعرض. هنحاول بقى تزنقي مع اخواتك بجد التتبيله بتاعت الفراخ ريحتها رهيبه بامانه، ريحتها رهيبه. انا مش هحط عليها اي حاجه لاني انا حاطه في التتبيله بتاعتها بابريكا وزيت وحاطه كل حاجه، فهي هتاخد لون حلو جدا جدا. ممكن بقى احط شويه التتبيله دي عليها من على فوق عشان تدي لون للفراخ اكتر. شايفين التتبيله شكلها عامل ازاي؟ اللون رهيب. انا مش حاطه كركم على فكره، انا هقول لكم انا عملتها ازاي. ولا كركم ولا كيري ولا سحر ولا شعوذه. ادخلها الفرن على درجه حراره عاليه لمده من 20 ل 25 دقيقه، مش عاليه قوي يعني حوالي 500. اول ما تاخد لون هطلعها، اغطيها بورقه زبده واغطيها بورق فويل واخليها تستوي بقى براحتها for the remaining time. وبس كده خلاص. ولا look what I have here. Potato salad chicken. How is it this today? حلوة. حلوة؟ Okay, I'm trust you know that. يلا بعمل لك البليت بتاعك. مانويلا راجعة طبعا مبسوطة جدا علشان هي دلوقتي هتاكل بطاطس ولوز وتشيكن. دي الأكلة المفضلة بتاعتها. ماسكة الطبق بتاعها. يلا يا ستي تعالي اعمل لك بليت. ريت اعمل لك الرايس هنا واحطه لك. اوكي مش عايزة. You want it؟ قولي هاي. قولي هاي يا بنت. ازيكم؟ انتوا عاملين ايه؟ مانويلا دي احلى بنوته بتتكلم مصري كده، تحسي ان المصري بيطلع من عينيها قبل بقها. تعالي بقى اديكي احلى حته تشيكن. You want this one or this one? That's so big for you. You're that much. يلا احط لك دي، حطي دي، نحط طبعا بطاطس للولو. بجد مش قادره اوصف لكم. شايفين الجمال؟ شايفين الصلصه اللي هي فيه؟ فاكرين انا ما حطيتش اي ليكويد، اي ميه ولا اي حاجه خالص. طبعا ده طبق مانويلا، هي هتروح تاكل عشان هي متحمسه جدا. اتفضلي يا لولو. ماما شكرا مالي potato salad chicken النهارده. قالت لي شكرا ان انتي عملتي بطاطس ورز وتشيكن النهارده. الايد دي ايدك كبيره مريح. ودي كانت وصفتي بسيطه قوي للبطاطس ورز وتشيكن عشان خاطر مانويلا دي اكلتها المفضله.
وبليز ما تنسوش تكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رايكم في الاكله، وتعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، ودعواتكم لمانويلا عشان تجيب درجه كويسه وتروح فورث جريد. اشوفكم في فيديو جديد، يلا باي باي.